السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة هبة بريس، مرحبا بكم معنا. اليوم حنا كنتواجدوا في بيت شيماء الطالبة بكلية الاقتصاد والقانون شعبة سير المقاولات. شيماء اللي كتبلغ من العمر 19 سنة. شيماء تعرضت لواحد الاعتداء من طرف جوج ديال الاشخاص على متن دراجة نارية بحي المنتزه ببوقنات. شيماء قاومت، كيف شفتوا الفيديو يعني اللي راه في مواقع التواصل الاجتماعي. شيماء قاومات وقاومات وقاومات، وفي الاخر كيمشي لها الايفون، ومن بعد ما كيمشي لها الايفون كيقتحموا لها الهاتف ديالها وكيتسربوا لها المعلومات ديالها. غنخليكم مع الاخت شيماء. السلام عليكم. أنا سميتي شيماء، عندي 19 عام، طالبة، كنقرا في كلية القانون والاقتصاد في السنة الجديدة. كيفاش داز داك اليوم المرعب ديال الاعتداء اللي طحتي في هذيك لاغريسيون مشات فيها البورتابل، الناس شافوك في مواقع التواصل الاجتماعي انك بديتي كتقاومي وكيجرجروك في الارض وتعرى لك راسك وطاح لك الفولار؟ احكي لنا. صراحة كانت تجربة خايبة بزاف اللي متمناش أي واحد يدوز منها. كنت مخلوعة بزاف، وأنا ديك ردة الفعل ديال قاومت معاه ما عقلت على راسي كاع. ديك ردة الفعل ما عقلت على راسي، جات هكذاك. شيماء كنتي خارجه في الدار، شنو كانت الوجهه ديالك؟ انا كنت غادا لافاك، كان عندي امتحان مع الوحده ديال العشيه. كنت غنمشي لافاك باش ندوز، خرجت من الدار مع 11 و 45 دقيقه. صافي هما تلقاو ليا مع 11 و 50 دقيقه بالضبط. صافي شافوني المره الاولى وتبعوني وعاودوا تلقاو ليا المره الثانيه. انا كنت قلت لك غادا ندوز امتحان في لافاك. يعني كيفاش كانت المداهمه ديالهم؟ كيفاش طريقه الاعتداء؟ راك شفتي في الفيديو، يعني ما رحمونيش. جرجروني، ضربوني. جرني التليفون. جاب لي التليفون. في الاول قال لي عطيني التليفون، ملي ما بغيتش ويقول لي يلا عطيني الصاك. لا، ما كنتش كان في الصاك وجبدته. ملي شفتهم جايين عرفتهم انا قاصديني، وداكشي جبت التليفون من الصاك ودرتو في يدي زعما باش نخبيه ولا شي مشى الصاك يبقى الهاتف زعما التليفون. ساعه صافي قلت لك بلي ملي مبغيتش نعطيهم التليفون ويقول لي يلا عطيني الصاك. صافي هي ديك الساعه فاش ضربني برجليه وتلوح التليفون ومشى هزو. يعني كاين تكرفستي في الجسد ديالك؟ صبحت الصباح كلي مضروره، كلي، وحتى نفسيا ماشي غير جسديا. انا راه بقيت مخلوعه، ما بقيتش كنقدر لا نخرج من غير الخروج. غير كطيح في الدار، غير شي حاجه كنتخلع. وليت واحد الحاله كنعس كنشوفهم جايين ليا، كنتخيلهم في الدار غادي يجيو يتبعوني، غادي يجيو عاوتاني يهجموا عليا وداكشي. حيت كان عندهم التليفون، وملي دخلوا هما التليفون يعني شايفيني، شافوا تصاوري وداكشي. كيفاش حتى دخلوا لك التليفون عرفوا الكود؟ هما مشاو حيدوا الكارت سيم من التليفون وداروها في تليفونهم. صافي ودخلوا للانستغرام، ردوا لي واحد الانستغرام انا ديزاكتيفيتو شحال هادي، مسحتو داك الكونت. ولكن انا داك الكونت كنت دايره بالنمره، بهذيك النمره اللي كانت عندي في الكارت سيم. في الكارت سيم نيت. صافي داروا مود باس اوبلي وداكشي، رجعوا الكونت وبداو كيصيفطوا البنات اللي عندي في الكونت، كيصيفطوا ليهم. يعني ملي تواصلوا مع الناس اللي عندك في الكونت، الاصدقاء ديالك وصديقاتك، يعني شنو طلبوا منهم؟ هما في الاول ملي صيفطوا ليهم، في الاول ملي كان يلاه طرا هادشي انا طرا ليا مع 11 و 50 دقيقه، مع 3 بحال هكاك بداو كيصيفطوا، دخلوا الكود وداكشي، بداو كيصيفطوا للناس على اساس انا كيطالبوهم. قالوا لهم راه هما في الكوميساريه، وبانهم هما راه تشدوا دوك الدراري اللي كيهضروا على اساس انت اللي كتهضري. كيقول لهم راه انا شيماء. ما تيقولش انا شايبه، تيهضر سبونطاني يعني كأنا، فهمتي. صافي قلت لك مشى عند صاحبتي، هي اللي تجاوبات مع هذيك الساعه. قال ليها شوفي انا راه في الكوميساريه وراه دوك الدراري شدوهم دابا. كانوا صحاباتك عرفوا بان وقعت اغريسيون؟ انا صاحبتي وحده اللي علمتها ديك الساعه، قلت لها الو راه تكريسيت. صافي قلت لك ملي دخلوا قالوا ليها راه حنا في الكوميساريه وراه نسيت الكود، راه البوليس وكلشي واقف عليا، راني مخلوعه، راني نسيت الكود، عافاك صيفطيه ليا. وانا بحكم صاحبتي غتصيفط لهم الكود في ميساج في انستغرام. صافي قلت لك انا بحكم صاحبتي يعني كتكون معايا كل نهار وكتعرفني، ويعني ماشي. صاحبتك كان عندها الكود باش عطاتو لهم، ولا داروا هما داك الكود ريكيبيراسيون؟ لا، هذيك داروها في انستغرام باش بداو كيهضروا في انستغرام ديالي انا. اما صاحبتي راه صيفطات لهم الكود، الباسورد ديال التليفون. صاحبتك عارفه الباسورد؟ يعني هي على نيتها. حيت صاحبتي فهمتي تيقات، حيت صافي ملي قلت لها انا تكريسيت، صافي بحال فهمتي بغات تزرب وبغات تعطي لي الكود باش فهمتي تحل المشكل وداك الشيء. نخدم الباسورد شنو داروا؟ صافي ملي تحل التليفون
صيفط ليه بابا ميساج، قال ليه شوف راه غتجبدوك وداكشي، راه غادي نوصلوا ليك. صيفط ليه حيت حنا لوكاليزينا التليفون وداكشي، صيفط ليه قال ليه صافي انا كنتسناك اجي عندي، وكيصيفط ليه لي زيموجي كيضحكوا كيقول لي غير اجي عندي. شنو النوع ديال الهاتف؟ قلت لك ايفون 13 برو. ومن بعد مشيتو ديتو ديكلاراسيون ديجا دارك؟ هادشي قلت لك انا الديكلاراسيون قبل من هادشي كله، ما طرا لي المشكل مع هبط ديكلاريت. صافي قيدوا لي محضر، هي فين مشيت باش سقط الخبر بانه راه الكود تعطاو داكشي. يعني تقبطوا اه شحال من واحد؟ هما اللي تعداو عليا وداكشي جوج دراري، وكان دري فيهم كنهضر معانا نهار السبت واللي شراه ومول التليفونات. يعني مول المحل اللي شرا الهاتف خدم من عندهم بطاقه التعريف الوطنيه باش يكوفري على راساتو، هذاك السيد اللي باع عليه مول المحل التليفون حتى هو تواصلتوا معاه كان ضحيه ديال شراء ديال هاتف يعني مسروق. يعني في حاله صراحه هو مول المحل بقاو هما ثلاثه ديال الجنات. ثلاثه ديال الدراري، هذاك اللي دوا معانا ودوك جوج دراري اللي شفتهم في الفيديو. كيفاش كانت اللحظه ديال المواجهه ديالك معاهم؟ ما يعني عارف المخبر ديال الدارك الملكي. صافي شفتهم جاتني واحد الهستيريا، خصوصا هذاك اللي جرني وطيحني في الارض وداكشي. صافي ما قدرتش نشوفه، صافي غير شفتو يعني، حيت انا وراوني بزاف ماشي غير هو، راه جابوا لي بزاف ديال الدراري كل نهار. يعني صراحه هما وقفوا معايا واحد الوقفه ما ننساهاش ليهم، وعملوني بحال بنتهم. انا راه قلت لك في الاول كنت مخلوعه لواحد الدرجه ما يمكنش. حتى كان عيطوا علينا الجندرم وداكشي، هضر معايا القبطان قال لي شوفي بنتي راك بحال بنتي ما تخافيش، ما راه غنجبدوهم. صافي هي فين ديك الساعه ارتحيت شي شويه وصافي فهمتي، وليت كنقول ولات عندي ثقه في الدرك انهم غيتشدوا، وفعلا تشدوا. مشكورين بزاف، واخا نعيا من شكر ما غاديش نوصل داك الشكر ديالي اللي كنشكرو. وكنشكر بزاف القائد المركز سي عزيز، كنشكرو بزاف. الدرك الملكي صراحه وقف معايا، قلت لك عاملني كمعامله بنته، ماشي زعما كانسانه ضحيه جايه تشكي وداكشي، عاملني كمعامله بنته، كيقول لي ما تخافيش. كل شويه كيسولوا فيا وكل شيء فهمتي. الهاتف رجع لك؟ الهاتف رجع لي. يعني الهاتف النقال ديالك من نوع ايفون كنتي كحديره فيه جميع المسائل الشخصيه ديالك في لاجوندا ديالك، اسرارك كلها كاينه فيه. وشتي هاد الدراري ملي هضروا معانا دوك يهضروا حتى مع البنات كيقول لهم راه شفناكم في التليفون ديالها، وكيف فهمتي تحرش نيشان تحرش ماشي تحرشوا بصحاباتك؟ كيتحرشوا بهم، كيقولوا لهم راه شفناكم في التليفون وبغينا. والتليفون عادي فيه صور عاديه؟ صور عاديه يعني في الدار مع البنات وداك الشيء راك عادي. ديال المدرسه ديال الكليه عادي زعما؟ الدار ماشي غير زعما في الزنقه فهمتي. محضر الاعتراف ديالهم شنو قالوا؟ ما عرفتش. اعترفوا بانهم اعترفوا هما بداكشي اللي داروا. يعني عندهم سوابق؟ ما عرفتش. اوكي، يعني شنو الرساله ديالك يعني للشابات والشابات بحالك اللي عندهم هواتف وكيحطوا فيهم جميع البيانات ديالهم والاسرار ديالهم، شنو رسالتك من هذا المنبر ديال هبه بريس؟ اولا انا كنصحهم وكنقول لهم ما تسكتوش على حقكم، الا شي وحده تعدى عليها شي واحد ولا راه رجال الدرك ولا الامن ولا اي حاجه راه كياخذوا لكم حقكم، خرجوا هضروا على حقكم ما تسكتوش. وبالنسبه للتليفون انا كنقول يعني انسان داكشي ديالو يبقى عنده، ما يبارطاجيه مع حتى شي واحد، واخا تكون صاحبتك واخا تكون اختك، داكشي ديالك يبقى خاص بك، ما تعطيه حتى شي واحد. هادشي اللي كنقول. وكنشكر بزاف الدرك الملكي اللي صراحه فهمتي رجعوا لي حقي. وانا قلت لك راه كنت خايفه وكنت دخلت واحد الحاله ما يمكنش، هستيريا، ما بقيت كنقدر لا نعس لا ندير حتى شي حاجه. ملي هضروا معايا وداك الشيء صراحه بديت كنحس براسي ماشي بوحديتي، وانا معايا ناس واقفين معايا. كنشكر اي واحد تعاون معايا في هذه القضيه، وحتى نتوما كنشكركم. ورجال السلطه كلشي كنشكرو، وشكرا بزاف. شكرا شيماء، تنشكروك من هذا المنبر حتى حنايا، وتنطلبوا ان الله يحد الباس بحال هذه الواقعه هذه ما تكررش. وكيف كتسفوا شيماء كتوجه واحد الرساله لجميع للناس كاملين بصفه عامه اللي عنده شي هاتف محمول ما يبقاش يحط فيه البيانات ديالو، ما يبقاش يحط فيه الاسرار ديالو، لان ملي كتوقع شي واقعه بحال هكا انتم كيفاش شفتوا بداو كيتحرشوا بالبنات العائلات، شفتوا بان دخلوا البيانات ديالها، كشفوا على بزاف ديال المسائل. الحمد لله انها بنت مربيه مثقفه واعيه متدينه، ما عندهاش شي حاجه اللي هي في الهاتف اللي غتقدر تلام عليها ولا شي حاجه. وكنشكركم من هذا المنبر هذا واستودعكم الله. قبل ما تخرجوا